عنوان الندوة التمويل الأجنبي وأثره على الأسرة والمجتمع المصري، هو مقصود هو الحقيقة طبعا مثار جدا موضوع أو مشكلة قضية التمويل الأجنبي في المجتمع، لأن فوجئوا أن الكثير من الجمعيات اللي هي تقال الجمعيات النسائية زائد مجلس المرأة بيحصل على مليارات من الجهات بيمول من أجل الكلام أو قضية المرأة بوجه الخصوص. واتضح الحقيقة أن هذا التمويل ما بيجيش بغرض بغرض نقي، ولكن هذا التمويل يجب أننا نعلم أن من يدفع لابد أن يأخذ. فماذا كان تأخذ هذه الدول من هذا التمويل إلا أنه بهذا التمويل يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع المصري ونشر نوع من الفوضى وعدم التوافق فيه. فكانت الحقيقة الأجندة الخاصة بالمرأة أو بالدول الأجنبية اللي بتمول بمجلس المرأة والجمعيات كانت أجندة معروفة تماما. هذه الأجندة بتطالب بالآتي: أولا نشرت بعض الألفاظ ضد المرأة، تمكين المرأة سياسيا، تغيير قوانين الأحوال الشخصية، الوقوف حتى بجانب المرأة في القضايا المختلفة إلى آخره. وهذه الأجندة تحققت في المجلس المرأة وفي الجمعيات، وكانت النتيجة الحقيقة تفكك الرقيق للأسرة المصرية. حصل طبعا زيادة نسبة الرجالة إنه أعطوا المرأة مش حقوق، أعطوها بعض المزايا التي تفوق الرجل. لابد أن يحدث توازن بين المرأة والرجل في الأسرة وتبقى في أدوار محددة. لكن كل الأحوال اليابانية الأحوال الشخصية كانت بتتعمل وبسرعة جدا كانت كلها لصالح المرأة. يعني إيه لصالح المرأة؟ يعني صالح الأم ضد الأب، وبالتالي أصبح الأم والأب ما بيأدوش دور للأطفال. حتى في حالة الطلاق احنا بنقول اجتماعيين لازم يأدوا دور. فأصبح المرأة كل ما بتحاول في إنها تحتوي الأولاد تجمعهم معاها ضد الأب، وفقدان سيطرة سلطة الأب ورعايته للأبناء حتى في حالة الطلاق إلى مشاكل كبيرة بالنسبة لي. لا هي ما يهمنيش الأم والأب، ولكن من النتاج بتاعنا لو أم الأب اختلفوا يطلقوا مفيش مشكلة، إنما لو في أطفال أو أولاد هنا الطلاق بيبقى مشكلة. كان المجلس الحقيقة هذا التمويل الأجنبي بيساعد على الطلاق، لأن بيقول للمرأة هجيب لك كل حاجة. الحضانة بقت مخصصة للمرأة فقط، الرؤية فيها مشاكل كتير، رد الأب بيشوف في أبعاد كتير ما شافوش أولاد. الولاية أصبحت للمرأة، الإنفاق على الرجل، الشقة للمرأة. بيجي كتير من البنات واحنا عايزين نتجوز عشان نتجوز ونخلف ونطلق، فهناخد الشقة وناخد الإنفاق وناخد كل حاجة. فقدت هذا النظام أفقد التوازن في الأسرة. إن الأب كان لابد من سلطته وسيطرته وتواجده وحمايته، والأم لها سيطرتها وسلطتها في الأسرة، والتكامل بين الأب والأم هو المطلوب. أما بنا نتحيز لفئة دون الفئة الأخرى هو ده اللي بيؤدي لعدم التوازن. وده على فكرة مش في الرجل والمرأة بس، في أي مكان. لو تحيزتي لو عندك طفلين وتحيزتي لواحد ضد واحد هيفسد اللي بتتحيزي له، وهينقلب اللي ما بتحيزيش له إلى إنسان عنيف، زي ما حدث الآن أن الرجل أصبح برضه مقصر في واجباته، يعني ما بيدفعش للست وما بيدفعش النفع، وأنا أعمل إيه وما أعرفش إيه. العند يولد الكفر ويولد النفع. التمويل ومجلس المرأة والدفاع عن المرأة بالشكل المفرط أدى إلى هذا المشكل. أيضا تمكين المرأة ووجودها 80 عضو في المجلس، ليه؟ هو مصلحتهم فينا حزب الوطن. المرأة القانون بيسمح لها، وبيسمح لها تتعلم، بيسمح لها تشتغل، اللي بتبقى ظروفها تسمح وقدراتها تسمح وإمكانياتها تسمح بتدخل وتقاوم وتتوجد، وهي موجودة داخل المجتمع، الطبيبة والرئيسة كل حاجة. بس كل واحدة
حسب إمكانيات الظروف، مش بالفرض ومش بإنتاج تسهيلات زيادة قوي بحيث تتواجد وهي إمكانياتها لا تسمح، يؤدي هذا إلى الطلاق والتفرق في الأسرة. حضرتك كنت عايزة؟ أستاذ الدكتور عزة إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع، المركز القومي للبحوث الاجتماعي والجنائية. أنا مش فاهمة. مش عاجبك الكلام؟ لا مش